لكم يا اخواني، النهارده انا هعمل مراجعة على ورق الكوتشينة اللي موجود في المصر بكل انواعه. انا اشتريت هنا معايا كل الانواع. هنبتدي باول نوع واللي هو ارخص نوع. ده كرتون دون ورق ما هوش مش بلاستيك ولا حاجة، ف ممكن ما تلاقوش حلو اوي. ودي العلبة بتاعته اهي. ماشي. تاني نوع عندنا دون ورق برضو اسمه بوكر. ده في منه احمر وازرق، انما ده ازرق بس. دون الميزة فيه بقى ان هو بيجي معاه كارت ابيض فاضي مش متلون باي حاجة، اللي هو ده. فده ممكن ينفع في خدعة ان انت مثلا تجيب الكارتين دول كده و... وكأنك بتلون الكارت كده اهو، ودون يفضل مستخبي في ايدك كده، وتقول لهم هشيل الالوان تاني تعمل كده. بس دي يعني الميزة الوحيدة، ميزة كويسة اوي فيه، وان هو برضه ناعم شوية، يعني الفرش بتاعه حلو. وده الشكل الاحمر منه، برضه فيه الورقة البيضاء يعني. نيجي بقى على النوع اللي بعديه اللي هو بوفال. ده بقى بلاستيك، ده 100% بلاستيك. انا ما لقيتش الاحمر خالص، بس هو موجود عموما يعني بالاحمر. ده اللي كان فاضل عند المحل. ازرق وناعم. ده النوع اللي بعديه عندنا اليو اس اي رويال او الرويال. بس الرويال منه بيتباع في يبقى نص دين كده، بيبقى واحدة بس. انا جبت واحدة بس عشان هو شكل واحد بس، اللي هو شكل الدولار ده. ده برضه بلاستيك 100%. النوع اللي بعديه ده اخر نوع موجود هنا في مصر، اليو اس اي رويال. هو مش اخر نوع يعني في مصر. هو طبعا في بايسكل وبي و... وفي كذا نوع موجود في مصر، بس دول يعني الحاجات اللي متوفرة في كل المحلات. انما البايسكل والحاجات دي ممكن تشتريها من شركة شحن، وهحط رقمها في الديسكريبشن. وان فيها منه احمر وازرق. ده بلاستيك. ده انا مش هفتحه، معايا علبة مفتوحة منه. ثانية واحدة. اهو. ده انا اي خدعة بتعلمها، اتعلم خدعة، اجرب خدعة، اي حاجة بستعملها كله بده. خفيف في يجي معاك بسهولة في الخدعة، فرشه حلو، يعني فيه مميزات كتير. وان شاء الله الفيديو اللي جاي هبتدي اعمل فيه خدع بقى ان شاء الله. السلام عليكم.